شعري وصل لمرحلة بالغة السوء، عندي جنب وجنب، حتة طويلة وحتة قصيرة، من كتر ما انا لعبت فيه ومن كتر ما ناس كتير مش فاهمة لعبتي. فالنتيجة الطبيعية ان هما بوظولي شعري اكتر ما هو بايظ. نويت خلاص والنية لله، اروح اقص شعري. فلوج قص شعري وستايلينج من عند تي كيرلز، ونجرب هل هي فعلا شاطرة وبتفهم ولا زي اللي قبلها. هلو. طبعا لازم في الدراي كات ابقى غاسله شعري ومش عامله له ستايلينج وسايباه على وضعه، فطبعا بقى بالمنظر الجار النتن ده. بس عشان برضو تبقي عارفه ده كده طول شعري الاصلي من الشعر نفسه ومن عند القصه كمان، فهنشوف بقى هتقص منه قد ايه. انا زي الشطوره نسيت اصورلك وهي بتقص شعري، بس انا اتكسفت بصراحه عشان خفت تكون مش عايزه تطلع في الفيديو. بس يعني ده منظري بعد ما قصيت شعري. المنظر دلوقتي غير عاطفي، هي قالت لي ان ده طبيعي، مش مهم دلوقتي، المهم بعد القص. وبعد ما استأذنتها ان انا اصورها قالت لي تمام. فده كده الستايلنج اللي هي عملتهولي، يا طولة بالها يا طولة بالك يا تينا، حرفيا بتعمل خصلة خصلة، فبتعمل بضمير قوي. ودي ماما اللي ورايا بتسليني في وحدتي. ده كده شكل شعري بعد ما خلصت الستايلينج، وماما تقريبا بتعزم عليكم شوكولاته حاجه كده. وما تقلقيش انت مش تستثقلي الموضوع ولا هتحسي ان الموضوع بياخد وقت طويل، لان اصلا انت طول ما انت قاعده هتقعدوا ترغوا وتضحكوا وتشغلوا اغاني، فتحسي انها خروجه كده، مش ان انت رايحه تعملي شعر. مرحله النشفان اتقل مرحله على قلب اي حد شعره كيرلي. حطيت بقى راسي في قلب الحله دي وفنيخت بقى، راحه ما بعدها راحه. فكر اجيب الجهاز ده في جهازي. وبعد مرور ساعه جه وقت التفصيص. قولي هاي يا تينا. هاي. في مراحل كتير انا للاسف معرفتش اصورها، السبراي والتظبيط والحركات واللفه، عملنا حاجات كتير قوي، بس عشان كان معانا زباين تانيين فانا معرفتش ادي تفاصيل قوي. بس ده كده الفاينل لوك. ايه رايك؟ انا عايزه اقولك ان انا رحت لها مرتين اصلا، وبصي دي صور الفرح برضو كنت عامله عندها. وده كده شعر انا اللي عاملاه، يعني شفتي الفرق ما بين عمايلي وعمايلها؟ عايزه اروح لتينا تاني. طب شعري بيقعد قد ايه شكله حلو؟ بصي هو ده كده منظر شعري بعد 10 ايام من عمايله. ده كده يعني بدأ يبوظ، يعني هو كده بدأ ينشف شويه وبدأ يبوظ. بالنسبه لي اصلا ان هو يكمل لبعد اليوم الخامس من غير ما اعمله بن، ده كده معجزه. والقص انا مش هروح غير لتينا بعد كده. اولا ما قصرتهوش خالص، قصت حاجات صغيره قوي اللي هو عشان تظبط اليمين بالشمال والطويل بالقصير. وده كده طوله بعد القص، فرق حاجات بسيطه خالص. لو انا اصلا ندمت ازاي ما عملتهاش بالمسطره، علشان يعني كان يبان الفرق اكتر وكده. انا قصيت بقالي شهر تقريبا، وعايزه اقولك ان انا شعري اصلا طول كمان. ايديها فيها بركه، يعني في ناس تقص عندهم تلاقي شعرك ما بيطولش بعدها. مكانها فين بقى يا ستي؟ عارفه الرنين اللي في اول البحر في طنطا؟ هتلاقوا قدامه على طول برج اسمه نايل، هي في نفس البرج اللي فيه معمل المختبر بس الدور الخامس. ما تقلقيش فيه اسانسير، روحي لها وهتدعيلي. بس كده، باي.